الفريق الباريسي باريس سان جيرمان يفاجئ الجانرز على ملعبهم على ملعب الإمارات بفوز مستحق وفوز تاريخي، نظرا لأن باريس سان جيرمان دايما ينهزم من الأرسنال، ولكن تحدث المفاجأة وأن باريس سان جيرمان يفوز على الأرسنال في ملعبهم. لكن حقيقة يعني الحق يقال، فوز مستحق، فوز مستحق على فريق الأرسنال. تنظيم دفاعي في فريق باريس، التزام بالتكتيك من اللعيبة وبخطة المدرب، أداء على أعلى مستوى. باريس سان جيرمان ضيع في نهاية الشوط الثاني انفرادين ما يضيعوش، وضيع كور كتير. وطبعا احنا نزلنا ستوري قبل المباراة تكلمنا عن نقاط القوة، مفاتيح اللعب في باريس سان جيرمان. قلنا عثمان ديمبلي بلا جدال وبدون تفكير، عثمان ديمبلي اللاعب ده ما يبقاش واحد على واحد ابدا، ما يبقاش واحد على واحد ابدا، لازم تضغط عليه باتنين لعيبة على الاقل، دايما يكون تحت الرقابة اللصيقة، ده اللي احنا قلناه. ولكن للأسف مع أول 3-4 دقايق كرة كده عثمان ديمبلي بدأها هو اللي نهاها، جابها في الجون، هدف المباراة. ده اللي احنا اتكلمنا فيه. الأرسنال من الفرق اللي هي تشوف لها مباريات تحسسك ان هو الفريق ده لا يقهر، لا يقهر حرفيا، تحس ان هو الفريق ده اللي هينتقم من أوروبا كلها في المباريات، وساعات تشوفه زي الزفت. يعني بأمانة كتر خير الناس اللي بتشجع الأرسنال. الأرسنال في ماتشين ريال مدريد أنا قلت هو ده الفريق اللي هيريحنا بقى من برشلونة، هو الفريق ده بقى اللي هياخد البطولة ويخلينا نتنفس الصعداء. لكن للأسف الشديد كعادة الأرسنال واللي احنا متعودينه من الأرسنال من سنين، يبقى متصدر الدوري الإنجليزي ونبص كده نلاقيه بيتغلب في مباريات تكون في المتناول، مباريات تكون سهلة نسبيا، لأن طبعا ما ينفعش نقول مباريات سهلة لأن الدوري الإنجليزي ما فيهوش مباريات سهلة. لكن الأرسنال بيلعب مثلا قصاد السيتي يفوز على السيتي، يفوز على الليفر، يفوز على تشيلسي، يفوز على اليونايتد، وتبص تلاقيه يتغلب من فريق متزايل الترتيب مثلا بسهولة جدا. ما تعرفش بقى ايه نظام الأرسنال ده. فريق كتر خير الناس اللي بتشجع الجانرز حرفيا. أنا بحب لعب الأرسنال جدا من زمان، لكن انا بشجع ريال مدريد. في المباراتين بتوع الريال انا قلت لا، الارسنال يستحق البطولة، يستحق دوري الابطال. لكن يفاجئنا النهارده بالاداء اللي هو الاداء اللي بصراحة يعني الواحد ما كانش متوقع ان الارسنال يكون بالاداء ده. تحس ان هم بيلعبوا مباراة ودية. الاستفاقة جت في اخر الشوط التاني شوية، شفنا ضغط، شفنا في حماس، شفنا روح، وطبعا من المدرب بقى على الخط عمال يشجع في اللعيبة، يحمس فيهم، يقول الجماهير بقى شجعوا. لكن اللعيبه ما تعرفش في ايه، ما تعرفش يعني كانوا في خمول كده طول المباراه. حصل لهم يأس كده من التنظيم الدفاعي، ومن اتفاجئوا من اللعب بتاع باريس سان جيرمان، ما تعرفش الدنيا مشيت معاهم ازاي، ما تعرفش. لكن ده طبعا يحسب للويس انريكي. لويس انريكي مدرب عبقري، مدرب كبير طبعا، كان بيدرب برشلونة، الراجل ليه تجارب كتير طبعا في التدريب، ومدرب اسباني. عرف ان هو يلعب المباراة بتكتيك عالي وتفكير صح وخطة، يعني بصراحة قمة الروعة. واللعيبة في حالتها برضه، اللي ساعد ان اللعيبة في حالتها الراجل زي ما لعب مباراة ليفربول. لعب مباراة ليفربول انهزم 1-0 على أرضه، برضه الجون كان خطف كده، كان مسيطر على المباراة طولا وعرضا، يعني مش هنكذب في الحتة دي. ماتش ليفربول وباريس هو الراجل كان ماسك المباراة، كان غاسل ليفربول، وصلاح ما ظهرش خالص بسبب النونو مندش. تمام، جينا المباراة التانية على أرض الليفر، الراجل قدر إن هو يخطف التعادل في آخر الوقت، وقدر إن هو يصعد بركلات الترجيح. فصراحة فريق يحترم ويستحق الصعود. لكن يعني هل باريس هيقدر إن هو ياخد البطولة من برشلونة إذا برشلونة تعدى الإنتر؟ وده يعني أنا على ما أعتقد إن هو هيتعدى الإنتر، على ما أعتقد، لأن برشلونة حاليا هو رجع برشلونة بتاع زمان بقى، برشلونة انيستا وتشافي وميسي ورونالدينيو. رجع برشلونة بتاع التيكي تاكا بتاع زمان، ومعاهم مدرب طبعا عقرب. آه، فانا كمدريدي طبعا اتمنى خروج برشلونة يعني. لكن برشلونة هيقدر يفوز بكره. هنتكلم عن المباراة كده ونشوف الدنيا كده والاحداث، شوف الوضع هيمشي ازاي. انا لو الارسنال فاز النهارده كنت هتلاقوني اطلع اتكلم كده طبعا احلل المباراة
واتكلم عن كل لاعب كده والتكتيك والدنيا دي. لكن لما بصراحة النتيجة ما بتكونش على هوايا ببقى متضايق، ما بكونش عارف ان انا اصلا اقول كلمتين على بعض. لكن طبعا جماهير الارسنال، انا دلوقتي هعمل ايه بعد ما اخلص بقى الفيديو؟ هطلع على ايه؟ قناة دكتور ممدوح. دكتور ممدوح نصر الله راجل بيشجع الارسنال، ونشوف ردة فعله ونشوف حرقة الدم بقى ونشوف الوضع عنده عامل ازاي. من الناس اللي بحبها جدا طبعا. ختاما في نهاية الفيديو، أتمنى إن حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان تشجعونا طبعا. مش قصة إن إحنا بنحلل كويس ولا لأ، إحنا بندردش كده كرويا مع بعض. وأنا بنزل برضو إنشاد وقرآن كريم بصوتي، فأتمنى إن حضراتكم تشتركوا في القناة. على فكرة أنا بصص على الكاميرا، بس عندي الكاميرا هنا متعرفش فيها مشكلة في إيه، في كاميرا الموبايل، يعني بصور بالموبايل. فتحسوا إن أنا بص على حاجة تانية غير الكاميرا يعني، لكن أنا في الأساس بصص على الكاميرا. فنهاية يعني في نهاية الفيديو طبعا، ما تنسوش تشتركوا في القناة، وجزاكم الله كل خير ونفع بكم، وأشكركم على سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.